من رأى نفسه يبيع ذهب، عنده ذهب ويبغى يبيعه، هذا يدل على تجارة تحدث أو أمر يحدثه خير له، لأن الذهب دائما شوفوا دائما قارنوا الشيء بالواقع، قارنوا الشيء بالواقع. أنا عندي ذهب وبعته، ممكن في المنام اني انا طبعا اذا بعت الذهب في المنام ممكن يحدث معي امرين، انه انا ارزق برزق، ولكن هذا الرزق قد يندمني نوعا ما، احس انه لا ما كنت ابغى اوصل الى المرحله هذه، لانه الذهب اقتناءه احيانا الانسان يحب انه يقتني ذهبه، فلما يبيعه يتاسف على بيعه الذهب، لكنه محتاج المال. في امر يحل، قضيه تحل لك ولكنها تحل لك بصعوبه، تحل لك بصعوبه بعدم رغبه في انجازها. من رأى أنه يزرع شجر فهذا راعي خير وصدقة، من رأى أنه يخلع شجر فهذا يدل على أنه يسيء للآخرين ويسيء لمجتمعه بصفة عامة ويسيء لنفسه ولذريته ولأهله. من رأى منكم أنه يشرب الماء فهذا يدل على شفاء وعلى استقرار بدني بحت. من رأى منكم أن ينزل عليه المطر بغزارة جدا ويؤذيه هذا يدل على أنه يمر بسوء بعض الاضطرابات في حياته. من رأى منكم أنه يروح للبحر مثلا ويدخل في البحر بحيث الاستقرار وسيصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. من أكل التمر في المنام فهذا يدل على شفاء ويدل على قوة بدنية تحدث له بعد ضعف، خاصة أنها تلبس حلق الأذن فهذه تسمع لنصيحة وتأخذ بها وتستفيد منها. فإذا من رأت أن تعلق استئصال برقبتها فهذا يدل على أنها توقع عقد قران، أو توقع إذا كانت متزوجة توقع عقد وظيفة أو رزق أو اجتماع بأمر من الأمور الطيبة خير طبعا. من رأى أنه يلبس خاتم الفضة أو ما شابه ذلك فهذا يدل على قوة وعلى سيطرة وعلى توفيق في حياته، حظوظ. من رأى منكم أو من رأت منكم ناقة من الجمال سواء ناقة أو جمل، الناقة في المنام تشير إلى النساء، فإذا رأت الناقة تعتدي عليها أو تؤذيها هذه امرأة سيئة. من رأى منكم أنه يقتني ناقة حلوب فهو يتزوج بامرأة تنجب. فمن رأى منكم أن فيه جمل يلاحقه أو يؤذيه أذى في المنام فهذا يدل على نوع من أنواع الشياطين المتسلطة، فكونوا دائما متحصنين. أسأل الله العظيم أن يغفر ذنبي وذنبكم. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته الحقيقية المعروفة علينا فهذا يدل على أنه رجل أو امرأة أهل خير، ويدل على أنه متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مصدق لما أنزل على نبينا محمد ومكثر من الصلاة على النبي. نعم، الأكل اللذيذ في المنام دائما الطيب جدا لذيذ، واللحم المستوي، اللحم الناضج المستوي سواء مشوي أو مطبوخ أو مسلوق أو أيا كان، من رأى نفسه يأكل من اللحوم هذا يدل على أنه على خير. أما من أكل اللحم ني أو فيه قليل من الدم يعني مو مستوي فهذا هو يغتاب ويأكل لحوم الناس أو يأكل مالا حرام، فانتبهوا لهذا الأمر. تنظيف البيت في للزوجة، نعم تنظيف البيت سواء زوجة أولى أو زوجة ثانية تدل على خروج أذى أو تنظيف حياة لها تستقر أمورها، وربما إذا كانت تعاني من مشاكل الأرحام تستقر وتشفى. نعم. الحوت في المنام، الحوت في المنام إذا رأيت الحوت فقط فهذه حياة تدل على حياة جميلة لك مستقرة وحياة قادمة لها قيمتها وزنها. فإذا كان أوذيت من الحوت فربما تمر بكرب ثم تنجلي، التقمه الحوت ثم تنجلي، تمر بظروف قاسية ثم تنجلي. القطط في المنام حسب، فإذا كانت قطة مؤذية فهذا نوع من أنواع السحر وخدام السحر، فإذا كانت قطة تعتدي وتمسك وتؤذي وتنهش من اللحم فهذه تدل على وصول، نعم هذا يدل على وصول السحر، نعم خدام السحر وصلت إلى حدكم. النمر الأبيض في المنام يدل على مولود، إذا كانت متزوجة وإذا كانت عزباء تدل على رجل ذو قوة وصلابة. نعم إذا كان ما اعتدى، إذا كان شافته فقط، أما إذا اعتدى يختلف تماما. المعتدي دائما في المنام يدل على سوء على طول مباشرة.